السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض رحلتنا في منهج العلوم. كنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت الدرس الأول والثاني، وهنا هنبدأ في الدرس الثالث. فبيقول لي سؤال فكر. ده سؤال عن الفيديوهات اللي فاتت الدرس الأول والثاني. بيقول لي ضع علامة صح أو غلط أمام العبارتين الآتيتين. فبيقول لي هنا تتكون السام جميع الكائنات الحية من خلية واحدة. هو حقيقي اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط؟ يعني جميع السام كانت خلية واحدة، ولا احنا قلنا في السام عديدة خلية والسام واحد خلية؟ يبقى أول سؤال ده خطأ. تاني سؤال بيقول لي يختلف تركيب الخلايا من نوع لآخر في الكائنات الحية. يعني تركيب الخلايا بيختلف من نوع لآخر؟ طبعا، يبقى دي صح. طب ليه بقى بيختلف؟ نقف عند السؤال دوت ونقول بيختلف لأن الخلية المسؤولة عن تكوين العضو اللي هو المعدة غير الخلية المسؤولة عن تكوين عضو اللي هو الرئتين. يعني الخلايا اللي هي في الجهاز الهضمي اللي هي بتكون لي أنسجة وبعد الأنسجة أعضاء في الجهاز الهضمي، غير الخلايا اللي هي بتكون أو بتتكون في الرئتين. تمام، ده لها شغل ولها تركيب معين، وده له تركيب معين آخر. تمام، يبقى بتختلف ولا لا تختلف؟ تختلف طبعا. كذلك البكتيريا اكيد، يعني خليه البكتيريا فيها خليه واحده مش هتكون لي انسان. تمام، مش هتبقى شكل الانسان الضخم، مش هتبقى شكل الخليه اللي هي بتكون لي حيوان، وهكذا. فبيجي يقول لي هنا تصنيف الكائنات الحيه حسب عدد الخلايا. تمام، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان التصنيف بينقسم الى اتنين. اول حاجه كائنات وحيده الخليه وكائنات عديده الخليه. وحيده الخليه سهله جدا ومعروفه، يعني ما فيهاش كلام كتير. اول حاجه ان هي كائنات تتكون اجسامها من خليه واحده فقط، خليه واحده بس. مثل ايه؟ قال لي مثل البكتيريا. تمام، زي البكتيريا الشكل اللي قصاد مني ده. تمام، ماشي. وقال لي ايه تاني؟ قال لي الصنف التاني ان هو كائنات عديده الخلايا. قال لي كائنات تتكون أجسامها من العديد من الخلايا، يعني خلايا كتيرة قوي. زي مين؟ قال لي زي الإنسان، قال لي زي الحيوان، قال لي زي النباتات. ازاي عدد خلايا؟ زي ما قلنا وشرحنا في الفيديوهات اللي فاتت، وقلنا ان الانسان بيتكون من خليه واحده فقط. تمام، وايه بتبدا يعني هي في الاصل خليه واحده. بعد الخليه بتبتدي تنقسم وتنمو عده انقسامات متتاليه وتكون لي عدة خلايا. لأن أكيد يعني الإنسان، معدة الإنسان مش من خلية واحدة، لا ده عديد من الخلايا. فأطلق على العديد من الخلايا أنسجة، وبعد العديد من الأنسجة عضو، كون لي عضو اللي هو المعدة. فهكذا. يا رب تكون الأمور واضحة. فبقول لي تركيب جسم الكائن عديد الخلايا. كائن جسم عديد الخلايا ده بيتكون من إيه؟ وشغال إزاي؟ فقال لي تحتوي الخلية على نواة في مركزها، يعني النواة في مركزها، زي التشبيه اللي قصاد مني، التشبيه اللي قصاد مني في الرسم ده. تمام، فبيقول لي تحتوي الخلية على نواة، النواة اللي هي في النص. تمام، في مركزها، وتعمل كمركز تحكم للعضيات الموجودة داخل الخلية. يعني تتحكم في العضيات. يعني ايه عضيات؟ هنعرف سوا. قال لي هنا العضيات، قال لي تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة، يعني محددة، يعني هو تركيب موجود في الخلية. زي مين يا عمو؟ قال لي زي مين؟ هيقول لي زي مين؟ قال لي اول حاجه زي غشاء البلازم. غشاء بلازم يعني ايه عضيات؟ مش فاهمين يعني ايه عضيات. تمام، كلمه عضيات يعني الحاجات او التركيبات الموجوده بداخل الخليه، سواء كانت ايه، سواء كانت سيتوبلازم، سواء كانت غشاء بلازمي، جدار خليه، نواه. تمام، دي كلها عضيات. وميتوكوندريا، ولسه فيها كمان فجوة عصارية، جهاز جيولوجي، لسه الكلام ده هناخده، بس هو احنا نلتزم بس بالموجود حاليا. قال لي ايه بقى هو ايه العضيات؟ قال لي سيتوبلازم، غشاء،
جدار خلية، نواة، دي كلها اسمها عضيات، لأن هو قال لي تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة. يعني إيه؟ يعني كل من السيتوبلازم له وظيفة خاصة. طب إيه وظيفة السيتوبلازم؟ قال لي ليه وظيفة خاصة محددة. إيه هي؟ لسه هنعرفها مع بعض. غشاء بلازمي، إيه وظيفته؟ لسه هنعرفها مع بعض. كلمة غشاء بلازمي يا إخوانا، يعني شفتوا أنتوا بمثلها بالبيضة، بيضة الفرخة. تمام. لما نيجي نسلك بيضة الفرخة ونقشرها، واحنا بنقشرها بنلاقي فيه زي نظام طبقة بيضة كده بعد القشر على طول، ممكن معظم الناس بتشيلها. ده اسمه غشاء الخلية، لأن البيضة دي خلية. هو ده اسمه غشاء بلازمي. سيتوبلازم ايه هو؟ ده بيكون عبارة عن بياض البياض اللي في البيضة. النواة بشبهها بالصفار. يبقى السيتوبلازم هو ايه؟ سائل هلامي تسبح فيه ايه؟ عضيات الخلية. غشاء بلازمي اللي هو الطبقة الرقيقة اللي بتكون بعد القشرة، وجدر الخلية هو يعتبر القشرة بتاعت البيضة. تمام. تمام. نرجع تاني لكلامنا. فقال لي يحيط بكل خلية غشاء بلازمي. بكل خلية لها ايه؟ غشاء بلازمي يحميها وينظم مرور المواد التي تدخل او تخرج منها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان غشاء البلازمي ده عامل زي الحارس. يعني ايه حارس؟ عامل زي حارس البوابة اللي واقف على بوابة عمارة. تمام. بينظم بقى. تمام. عامل زي حارس البوابة اللي بينظم دخول وخروج الأشياء إليه. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا إن النواة هي مركز التحكم، يجي بعدها غشاء البلازمي اللي هو واقف على البوابة. أي مادة كده كده الخلية محتاجة ماء ومحتاجة غذاء ومحتاجة هواء. التلاتة دول داخلين على البوابة اللي هو على الغشاء. فيبتدي الغشاء البلازمي ياخد أمر من النواة. قالوا يا نواة، إحنا دلوقتي موجود عندنا مية غذاء هواء، أنت محتاجة أنه فيهم ولا دخلهم التلاتة؟ فبتبتدي النواة تديله الأمر، دخل فلان والفلاني معرفة، فيخش يفتح له البوابة ويقفل. عايز غذاء؟ لا، أنا شبعان مش عايز حاجة، خلاص يدان واقف على البوابة لغاية لما تحتاج النواة، وهكذا. فده بينظم دخول وخروج. تمام. خروج اللي هي الفضلات اللي بتخرج من النواة. ما النواة الخلية دي كائن حي، يبقى هو بينظم دخول وخروج المواد منها وإليه. تمام. نكمل مع بعض. بيقول لي هنا ينتشر سائل السيتوبلازم داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. تمام. العضيات بقى زي مين؟ زي الميتوكوندريا، زي النواة، كلهم موجودين جوه السائل السيتوبلازم. تمام. تالت حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي كل خلية نباتية لها جدار خلية يتكون من مادة اسمها السيلولوز. لازم نركز على الحتة دي. يتكون من مادة ايه؟ يتكون مادة السليلوز. يعني ايه مستر كل خلية نباتية؟ يعني أي خلية نباتية تحتوي على جدار. ولسه هناخد خلايا الحيوانية لا تحتوي على جدار، معظمها لا يحتوي على جدار. تمام. يتكون من مادة السليلوز. يعني مادة السلوز؟ قال لي السلوز ده عبارة عن سكريات، مادة بتكون موجودة ورا جدار خلية النبات. تمام. احنا عارفين طبعا يعني جدار. جدار يعني سطح النبات الخشن الجامد، ده اسمه جدار. الجدار ده عامل زي السور بتاع المدينة، أي سور بتاع معهد أو مدرسة، يعني حاجة صلبة بتحمي المدرسة. مادة السلوز دي ده بشبهها بالمادة البيضة اللي لما تيجي النبات ينجرح فبتلاقي فيه مادة بيضة كده طالعة منين؟ طالعة من النبات. ده بسمها اسمها السليلوز، عبارة عن سكريات. تمام. وظيفتها ايه؟ قال لي ان هي بتشد الجدار الخلية وبتخليه متماسك ومشدود. تمام. فبيقول لي ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. بيقول لي ايه في الملحوظة ديت؟ بيقول لي في الملحوظة دي يتكون جسم الإنسان من حوالي من 40 تريليون خلية. 40 تريليون. هيجي يقول لي يتكون جسم الإنسان من نقط تريليون خلية، أو صح وغلط 50 تريليون، فأنت عارف إن هي 40. تمام. فبيقول لي هنا خلايا متخصصة في الكائنات الحية. قال لي الخلايا المتخصصة هي خلايا، ده تعريف ممكن نقول عليه إن هو إيه؟ إن هو تعريف.
قال لي هي خلايا تؤدي وظائف محددة، يعني خلايا مخصصة لوظائف محددة فقط بس. قال لي في النبات والحيوانات. قال لي ايه؟ قال لي خلايا تقوم بعملية البناء الضوئي في النبات. تمام. وايه تاني؟ قال لي 2 خلايا العضلات وخلايا العظام وخلايا الدم في الحيوانات. يعني خلايا العضلات لها وظيفة معينة، بتقوي الأعصاب أو تقوي الجسم عشان يقدر يتحرك. خلايا العظام برضو لها وظيفة معينة. تمام. تمام. وخلايا الدم في الحيوانات برضو كل خلية لها وظيفة محددة. فبيجي يقول لي هنا مستويات تركيب جسم الكائن الحي. جسم الكائن الحي بيتكون من ايه؟ احنا خدنا الكلام دوت في الفيديوهات اللي فاتت، بس ده كمراجعة سريعة عليها. فبقول لي جسم الكائن الحي بيتكون من اول حاجة بيتكون من خلية، تاني حاجة بيتكون من نسيج، تالت حاجة من عضو، رابع حاجة من جهاز، خامس حاجة من كائن حي اللي هو الجنين اللي بينتج في الآخر. تمام. اللي هو الإنسان. فأول حاجة الخلية بتبتدي تنقسم من خلية واحدة لاتنين، ومن 2 ل4، ومن 4 ل8، وهكذا. يتكون هذه الخلايا إلى أنسجة. النسيج برضو بيتكون، بينمو النسيج وبيكون خلايا، وتولد الخلايا تتكون لا يكون إيه؟ عضو. والأعضاء بتبتدي إيه؟ تتكون عن طريق الخلايا، بعد كده تتحول لجهاز، لأن الجهاز زي الجهاز مثلا الهضمي يتكون من المعدة، من البلعوم، وهكذا. والجهاز التنفسي من الرئتين، من القصبات الهوائية، وهكذا. فكل جهاز له إيه؟ مجموعة أعضاء، وكل عضو له مجموعة أنسجة، وكل نسيج له خلية، مجموعة خلية. فبيقارن لي هنا بيقول لي جسم الإنسان، بيقول لي جسم الإنسان، وبيقول لي جسم، فبيقارن لي هنا بيقول لي جسم النبات وجسم الإنسان، جسم النبات وجسم الإنسان. فبقول لي الاتنين بيتكونوا من أجهزة، الاتنين دول بيتكونوا من أجهزة. فبقول لي إن الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تعمل معا. وخلي بالك جايب لي من فوق لتحت من عند الإنسان. فبقول لي الجسم اللي هو الكائن الحي هو واخدها من هنا، من عكس من هنا. قال لك الجسم، وهننزل إيه؟ مع إن الصح ياخدها من البداية، من الصغير لا الكبير، إنما هو واخدها من الكبير للصغير اللي هو جسم الكائن الحي. تمام. يبقى الأجهزة بتتكون من مجموعة من الأعضاء. يعني الجهاز ده اللي هو الكائن الحي ده، الأجهزة بتتكون من مجموعة منين؟ من الأعضاء. تمام. بعد كده قال لي مثل المجموع الخضري في النبات والجهاز الدوري هنا في الإنسان. تمام. طب الأجهزة دي لها أعضاء. قال لي تحت يتكون من أعضاء. العضو قال لي مجموعة من الأنسجة مرتبطة معا وتشارك في أداء وظيفة معينة. تمام. يبقى مجموعة من الأنسجة مرتبطة مع ماسكين في بعض وبيشاركوا في أداء وظيفة معينة. إيه وظيفة المعينة؟ إن هما يكونوا لي الجهاز. يعني الأعضاء دي تشترك في مهمة إن هما يكونوا الجهاز الهضمي، بيكونوا الجهاز الدوري، بيكونوا المجموع الخضري. تمام. فهي مجموعة من الأعضاء مع بعض بيكونوا لي جهاز. تمام. بيجي هنا بعد كده الأعضاء. إيه هي الأعضاء؟ قال لي هي مجموعة من الأنسجة مرتبطة معا وتشارك في أداء وظيفة معينة. قلناه. تمام. بعد كده يجي بعد منها الأنسجة. تمام. يجي الأنسجة لمجموعة خلايا متشابهة. أكيد خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة. اللي هي مستر يعني إيه؟ اشمعنى دول متشابهين؟ اشمعنى مش مشتركين في أداء وظيفة معينة؟ قال لي لأن النسيج هو لسه عبارة عن قطعة لحمة مكونة من عدد من الخلايا. فعشان هم قطعة لحمة فبيبتدي في خلايا تانية بتتكون للنسيج عشان ايه؟ تديني نسيج تاني عشان تكمل لي ايه؟ النسيج. فالنسيج بعد ما يكتمل يديني عضو معين زي الايه؟ زي المعدة. نسيج تاني يتكون عشان يديني ايه؟ يديني مثلا البلعوم، وهكذا. يبقى هما متشابهين في الشكل زي ما احنا شايفين، زي نسيج خلايا البشرة او نسيج من القلب. يقعد يتكون لغاية لما ايه؟ يكون لي القلب. ده النسيج البشرة يتكون لغاية لما يكون لي ايه؟ ورقة. تمام. هو المفروض كان يجيبها من تحت لفوق، هو عكسها جدا، عكسها. فبقول لي خلايا. بعد كده ده أصغر وحدة بناء الكائن الحي. قال لي مثل الخلية النباتية
وخلايا الحيوانية بس. تمام. هو كان المفروض يقول لي ايه؟ كان المفروض يجيب لي كده يقول لي خلايا تحت، فالخلايا دي بتكون لي نسيج بشرة، بعد كده فوق دي بيكون لي ده، بعد كده فوق دي يكون لي ده، بعد كده يكون لي جسم النبات. بس هو ما قاليش كده. هو سبحان الله الذكاء عنده عالي. فالمهم في سؤال هنا بيقول لي سؤال علل، بيقول لي ايه؟ تعتبر الخلية نظاما. ليه يا مستر؟ ليه الخلية نظام؟ ليه البيت اللي احنا عايشين فيه نظام؟ قال لي البيت اللي احنا عايشين فيه نظام لانه بيتكون من حاجات واشياء تخلينا على قيد الحياة. ازاي يعني؟ البيت فيه ميه، فيه ميه. في نور، في نور، انا بنور عشان اشوف. تمام. في بوتاجاز، عشان اسخن الاكل واعمل الاكل. تمام. في ايه تاني؟ في تلاجة احط فيها الاكل عشان ما يبصي. تمام. هو دي سول فيها سرير، بتدفيني في الشتاء، وهكذا. ايوه، يبقى نظام. تمام. فبيقول لي ليه تعتبر الخلية نظاما؟ قال لي لانها تتكون من عضيات تعمل معا بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية، كذلك جسم الإنسان. ليه يعتبر الإنسان نظاما؟ ليه؟ أنا ممكن أقول لك لماذا يعتبر جسم الإنسان نظاما. هتقول لي أنه يتكون من أجهزة مختلفة تعمل معا للحفاظ على حياة الإنسان. بيجي هنا في نشاط 8 ويقول لي وظائف مكونات الخلية. هيجي يقول لي الوظائف بقى، الوظائف اللي احنا قلناها: سيتوبلازم، ميتوكوندريا، الكلام دوت. فبقول لي هناك خصائص مشتركة. تمام. تختلف خلايا الكائنات عديدة الخلايا يعني اختلافا كبيرا، حيث أن الخلايا المختلفة لها تراكيب مختلفة. كل خلية مختلفة لها تركيب مختلف. بمعنى إيه؟ إن خلية اللي هي هتكون لي معدة غير الخلية اللي هي هتكون لي رئتين. تمام. غير الخلية اللي هتكون لي أعصاب اللي هي في المخ. فكل خلية لها تركيب معين بتوصلني لعضو معين في جسم الإنسان، وهكذا. اللي بالرغم من هذه الاختلافات فإن معظم الخلايا تختلف في وجود بعض التراكيب. إن بعض الخلايا تشترك في وجود بعض التراكيب العضويات. مثل إيه؟ قال لي إن الخلايا سواء كانت نباتية أو حيوانية بيشتركوا في تراكيب معينة. إيه هي؟ قال لي أول حاجة إن عندها سواء كانت نباتية أو حيوانية، قال لي عندها غشاء خلية، عندها سيتوبلازم، عندها نواة، عندها ميتوكوندريا. تمام. يبقى سواء كانت نباتية أو حيوانية لها غشاء، سيتوبلازم، نواة، ميتوكوندريا، جميع الخلايا. تمام. قال لي يؤدي كل تركيب في الخلية وظيفة مختلفة. عرفنا طبعا كل تركيب في خلية له وظيفة مختلفة. تمام. تاني حاجة بقول لي تعمل هذه التراكيب معا كنظام يساعد في الحفاظ على بقاء الخلية. تمام. فبقول لي وظيفة النواة ايه هي؟ وظيفة النواة، قال لي النواة وظيفتها ان هي بتعتبر مركز التحكم في الخلية. هي بتتحكم في الخلية، هي المديرة، هي المايسترو، هي اللي بتقول للعضيات التانية سيتوبلازم، غشاء، اعملي 1 2 3. هي اللي بتخليه ينفذ كافة كل شيء. عاملة زي مدير الشركة كده، عاملة زي ناظر المدرسة. هو اللي بيأمر المدرس يطلع لحصتك، مش عمل دي ليه، في اعمل دي، سوي دي. تمام. يبقى هو المتحكم في الخلية ككل، محدش يقدر يكسر له كلمة. تمام. قال لي بقى الوظيفة، قال لي تتحكم في أنشطة الخلية، أي نشاط هي بتتحكم فيه. تمام. يا سيتوبلازم انت اخبارك عامله ايه؟ فهي بتشوف انت وظيفتك ايه، اعملي كذا كذا كذا، ما تعمليش حاجه تاني. يجي هنا تاني على ايه؟ يبقى تاني اول حاجه انشطه الخليه بتتحكم فيها في من حيث ايه بقى؟ قال لي من حيث تكوين البروتينات، تكون البروتينات اللازمه لان النواه محتاجه بروتينات عشان تعيش، وانقسام الخليه لتكون خلايا جديده. يعني هي بتكون خليه واحده ونواه، فالنواه بتتحكم ان هي بتقسم نفسها نصين وبتكون نواة جديدة وخلية جديدة وهكذا. تمام. يبقى مسؤول عن حاجتين: تكوين بروتينات وانقسام الخلية لتكون خلايا.
تاني حاجة بقول لي سيتوبلازم، وجودنا السيتوبلازم هو البياض بتاع البيضة. تمام. فبقول لي هو سائل هلامي داخل الخلية. ده تعريفه، سائل هلامي داخل الخلية. سائل هلامي يعني سائل لزج تخين كده. تمام. وظيفته بقى بيقول لي ايه؟ قال لي وظيفته ان هي تسبح فيه مكونات الخلية. مكونات الخلية بتسبح فيه، عامل زي البانيو بتاع اللي موجود في الحمام، او الحوض مليان ميه، حمام السباحة، كل الناس بتسبح فيه. فهكذا تسبح فيه مكونات اللي هي موجودة في الخلية. نيجي بقى على ايه؟ على غشاء الخلية. ايه غشاء الخلية ده بقى؟ اللي هو البطانة الخارجية للخلية. البطانة الخارجية. لو الخلية لها جدار فبنتكلم نقول هي البطانة الداخلية. لو الخلية ملهاش جدار، لأن في خلايا ملهاش جدار زي الخلايا الحيوانية. تمام. فبنقول عليه ايه بقى؟ لو ملهاش جدار بنقول خلايا خارجية. يبقى بطانة الخارجية للخلية. طب الوظيفة بقى؟ وظيفة يا مستر. بقول لي الوظيفة يتحكم في المواد التي تدخل أو تخرج منها، ويتميز بالنفاذية الاختيارية. زي ما احنا قلنا ان غشاء الخلية ده عامل زي بواب العمارة، بياخد الأمر من مين؟ من النواة. تمام. في دلوقتي في ماء داخل، عفوا، في دلوقتي ماء داخل. تمام. وفي غذاء وفي هواء. فبيبتدي قبل ما الحد تخش في هنا بواب بيتصل على النواة، يقولها له يا نواة انت محتاجة غذاء، تقول اتفضلي. عامل زي ايه؟ اللي بواب العمارة يجي واحد داخل قبل ما يدخله انت جاي لمين؟ فلان وفلاني. فيقوم يتصل عليه له استاذنا في واحد تفاصيله 1 2 3 اسمه كذا، فيقول له دخله لي زميلي، فيدخله. لا ما عرفوش ما يدخلوش. تمام. وهكذا. نيجي بقى على الميتوكوندريا. ايه الميتوكوندريا دي يا مستر؟ قال الميتوكوندريا دي تعتبر مركز الطاقة في الخلية. هي مركز الطاقة، هي اللي بتصنع الطاقة وتدي الطاقة للنواة. تمام. هي النواة بتأمرها، بتقوله وزع الطاقة على غشاء الخلية، ادي حبة طاقة للسيتوبلازم، وهكذا. فده تعتبر مركز الطاقة. تمام. عامل زي مين؟ عامل زي محطة توليد الكهرباء اللي هي بتولد للبلد طاقة. عامل زي مين؟ أنا بشبهها بالمعدة. المعدة دي مركز الطاقة، لأن بينزل فيها إيه؟ بينزل فيها الأكل والمية والشرب وهكذا. تمام. بعد عملية الهضم في المعدة بيتكون الأكل ده لطاقة، بيتوزع بقى على بقية الجسم. تمام. نيجي هنا على الوظيفة. قال لي تمد الخلية بالطاقة التي تحتاج إليها. تمام. وتحدث فيها عملية التنفس الخلوي. إيه يا مستر عملية التنفس الخلوي دوت؟ ايه يا مستر ايه التنفس الخلوي دوت؟ هي الخلية بتتنفس؟ اكيد الخلية بتتنفس زي الانسان، مش كائن حي. فبقول لي التنفس الخلوي هنا كتعريف، بقول لي هي عملية استخدام الاكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. يعني ايه؟ يعني التنفس الخلوي دوت وعملية استخدام الاكسجين، يعني باخد الاكسجين اللي هو رايح للخلية. تمام. للحصول على الطاقة الكيميائية، بحصل على الطاقة الكيميائية من الطعام. تمام. يبقى هي عملية ايه؟ تنفس خلوي. سميت تنفس خلوي ليه؟ لأن هي في الخلية بتاخد ايه؟ قال لي بتاخد الأكسجين من الطاقة ايه؟ قال لي للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. يبقى لازم يكون في أكسجين عشان تحصل على الطاقة. تمام. لازم الإنسان يتنفس عشان يحصل على الطاقة. تمام. تمام. فبقى لي سؤال مهم جدا، بيقول لي علل أنا علل. ايه هو بقى علل؟ قال لي يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. الله النفاذية الاختيارية دي لسه فاكر؟ تمام. ركز معايا، والطالب لازم يفتكر كلمة نفاذية اختيارية. يبقى حاجة باختيار النواة، يا تدخلوا يا تخرجوا. انا مش بقولك لسه فاكرها يعني ما اعرفش، لا انا بفكرك انت. بقول يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. يعني ايه؟ يعني الغشاء الخلية بيدخل اللي هو عايزه وبيخرج اللي هو عايزه عن طريق امر النواة ليه. تمام. لانه بيسمح بمرور، قال لانه بيسمح بمرور بعض المواد من خلاله ويمنع البعض الاخر. يعني بيدخل اللي النواة محتاجه وبيخرج النواة عايزه تخرجه. وبكده نكون خلصنا الدرس الثالث. يا رب دايما نكونوا فاهمين، واي حاجه مش فاهمينها ابعتولي على الكومنت
كومنتات، وانا ارد عليكم ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. ونختم: اللهم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا، وارزقنا الهداية في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.